يلا بينا نسمي الله ونخش الفيديو. بس امانه عليكم، لا قبل ما تخشوا الفيديو تعملوا اللايك عشان القناه بتاعتنا باذن الله فيها كل حاجه باذن الله تحبوا تعملوها. وهتساعدنا كلنا، احنا كلنا بنتعاون مع بعض عشان نطلع احلى ما عندنا. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عايزه تعملي مشروع مربح في البيت، تعالى اقولك على فكره جنان. مش هتكلفك اي حاجه خالص، بالعكس ده هتساعدك وتملى بيتك خير وعز ان شاء الله باذن الله. فكره بسيطه وجميله جدا. احنا هنعمل العيش ده في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، يعني للسيدات اللي هم بيشتغلوا ولا حاجه ما عندهمش وقت هيفرحوا قوي بالفكره ديت. طالما حاجتك نظيفه وجميله ان شاء الله هتعجبكم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تحفه والله، تحفه، جميل جدا وطريقته بسيطه. إيه ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نخش الفيديو. بس قبل ما نخش الفيديو اتمنى تعملوا لايك وشير عشان كلنا نستفاد من بعض. يلا بينا نخش الفيديو. معانا معلقه بودر. بسم الله. كده المكونات الجافه. اول حاجه معانا هنحط اللبن الرايب او الزبادي. بسم الله. لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي الحليب وتحط عليه معلقه خل، هيبقى معاكي رايب. تمام. ما فيش خالص هتحطي حليب. تمام. دلوقتي انا معايا الخميره بتاعتي. وعلى فكره فيه سر برضو، ان تدفي اللبن سواء حليب او يبقى فاتر او لبن رايب يبقى برضو فاتر، هيساعد معاكي في الخمر. معايا الخميره بتاعتي، معايا قطعه من الخميره. حاولت ان انا اعمل لها عمليه تخمير عشان تساعد معايا في الخمر. حطيت القطعه من الخميره ونص معلقه سكر وميه دافيه او لبن دافي. تمام. ده بيساعد معايا في الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط شويه بشويه بقى اللبن عشان ما يكترش معايا. بسم الله. ابدا اخلط العجينه بتاعتنا. بسم الله. بسم الله. ما احطش اللبن كله مره واحده عشان نوعيه الدقيق بتختلف. بسم الله. معايا كوبايه من الزيت على السمنه، يعني ما كترش الكوبايه، مش كوبايه صغيره. تمام. وما حاولش ان انا اكتر او السمنه بتاعتها عشان ما تبقاش تنفخ. قله السمنه بتخلي الحاجه معانا تنفخ وتبقى جميله جدا. يعني لو كترت السمنه مش بتخليها تنفخ معانا. دي خطوه برضو مهمه جدا. بسم الله. والسمنه بتاعتنا تكون سايحه. الخطوات ديت مهمه جدا، لازم نعملها عشان الطريقه معانا تطلع ناجحه باذن الله. احتجت كمان شويه لبن. طبعا بحط شويه بشويه عشان العجينه زي ما تكترش مني. هلم العجينه بقى كويس واظبطها واعجنها كويس جدا، اخدمها عشان تبقى كويسه معانا. دلوقتي خلاص الخبز بتاعنا اختمر، شايفين ما شاء الله. دلوقتي معايا رشه دقيق. بسم الله. هبدا بقى اكبره كور صغننه خالص كده.
بسم الله. حابة تكبريه عن كده كبريه انت براحتك يلا. جبت البتاع الكبيرة من فوق التانية. هنخبز واللي نخبزه نبدأ نحطه جنبنا كده على المطبخ، على طبق، على اي حاجة، نفرش قماشة نضيفة ونحطه جنبنا كده عشان يسيبه يرتاح كمان نوم. انا خلصت. يلا بينا نشوف المشروع بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. شايفين هنعمل كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله كده، ونعبي في الاكياس. بسم الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اظن ما فيش اي حد يقدر يقاوم الجمال ده. شايفين ما شاء الله؟ هذا المشروع بتاعي اللي انا بقول لكم عليه تحفه والله، والف منا هيتمنى ياخد المخبوزات بتاعتك لو هي نظيفه وجميله، الف منا هيتمنى ياخدها. تمام. هتحسبي اللي انت عملتيه وكميه اللبن والدقيق، وهتحسبي تكاليفه وتضيفيها على المصاريف وتحسبي تعبك. ان شاء الله ربنا هيرضيكي. اجمل واحسن مشروع هتلاقيه سهل جدا وبسيط في البيت.